السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل الكرنبيت بخلطة حلوة جدا. هيبقى مقرمش وطعمه حلو جدا جدا. بس اهم حاجة ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. عندي كرنبيتة ديت كانت عندي بقالها اسبوع في الفريزر، ملفاها من الاسترتش وشايلاها في التلاجة. طلعتها دلوقتي وقطعتها كده وردات زي ما انتم شايفينها، وهديها غسلة كده تحت الحنفية. بعد كده بقى جبت الحلة وارص كده الوردات في الحلة، وارش عليها شوية ملح وشوية كمون، واحط عليها نص الحلة كده مية، يعني ما ملهاش مية كتير، هي النص كده مية. واغطيها واحطها بقى على النار، تتسلق لمدة 10 دقايق، ما سيبهاش كتير لغاية ما تتهرى مننا، احنا عايزينها تبقى متماسكة. هنعمل بقى الخلطة بتاعتنا. معانا كوبايتين دقيق وكوباية نشا، ومعانا البهارات ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وبصل بودر وتوم بودر وشوية شطة وشوية كركم ورشة بيكنج بودر. الشطة والكركم دول اختياري. هجيب بولة وأحط فيها الكوبايتين الدقيق وكوباية النشا والبهارات كلها مع الدقيق والنشا، وهقلبهم بقى كده مع بعض كويس جدا، كلهم يتخلطوا ببعض. بعد كده بقى هقسمهم على اتنين. هجيب بولة كده وهروح واخدة نص الخلطة دي، أحطها في البولة وأحطها بقى على جنب، والنص التاني دوت هحط عليه بيضة وبقدونس. طبعا بجيب البقدونس وبنقيه واطلع منه الاصفر واغسله كويس جدا واقطعه واصفيه خالص من الميه، واروح حطاه كده ومقلباهم كلهم مع بعض. بعد كده بقى هجيب حوالي كوباية مية كده، بس مش هحطها مرة واحدة، احط شوية شوية حسب ما هتاخد معايا. احط شويه واقلب، واحط تاني واقلب لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا عايزاه كده القوام يبقى عامل زي قوام البانكيك. وطبعا نظبط الملح بتاعنا، انا احتجت شويه ملح، رحت حطاهم واقلبهم، وشايفين الخليط عامل ازاي. القوام بتاعه ده حلو جدا. الكرنبيط بتاعنا بعد بقى ما اتسلق، طبعا اتسلق وما خليناش يتهرى، نخلي بالنا لانه ما بياخدش سوا خالص، شايفين الواحده بوحدتها. هاخد بقى اول ورديه كده، هروح حطها في الخليط بتاعنا، اخليها كده كلها تتغلف بالخليط دوت. بعد كده اصفيها كده واروح حطها في خليط الدقيق والنشا اللي متبخر. الخليط دوت بيخلي الكرنبيت بتاعنا مقرمش كده وحلو جدا. وبرضو انفضها كده من الدقيق واروح حطها في طبق، واعمل برضو نفس الحكاية قطعة تانية كده احطها في الخليط دوت. بعد كده هروح مطلعاها على الخليط بتاع الدقيق، والايد اللي احطها في الخليط السائل ما احطهاش في الخليط اللي فيه الدقيق بس، زي ما انتوا شايفين كده. وهجيب بقى، كنت عامله سايبه كده الحته اللي في النص كلها سليمه زي ما هي. لو مش حابه تعمليها وردات ممكن تعمليها طرنشات كده رفيعه، زي ما انتوا شايفين كده، تقطعوه تعملوه طرنشات. واللي هيطلع من حروف الوردات دي طبعا هنعملها زي ما هي. احطها كده في الخليط. بعد كده هروح منزلاها في الدقيق، واكمل بقى بقيه الكميه بتاعتي زي ما انت عايزه. واحط بقى طاسه على النار فيها شويه زيت كده حلوين، ولازم الزيت يسخن معانا كويس جدا. اول ما الاقيه كده سخن انزل بقى ايه بوردات الكرنبيط بتاعتنا. انا مش عامله كميه كبيره، وانتوا حاولوا ما تعملوش كميه كبيره، يعني كل لما تحتاجوا تروحوا قليل عشان تاكلوه كده سخن ومقرمش وبيبقى حلو جدا. فانا هعمل دلوقتي كميه صغيره، واسيبه كده لغايه ما ياخد اللون الذهبي ويتحمر من تحت. اروح قلباه على الناحيه التانية، برضو يتحمر، اروح قلباه بقى على الجنب. يعني كل لما ناحيه تتحمر وتاخد اللون الذهبي انقلها على الناحيه التانية. زي ما انتوا شايفين لونه حلو جدا ومقرمش وحلو جدا جدا جدا. وعلى فكره مش بيشرب زيت خالص، لما بطلعه على مصفى علشان خاطر يفضل مقرمش. الكرنبيت بتاعنا بعد ما طلعته شايفينه مقرمش بقى وحلو، ما بيشربش زيت خالص. النشا بتخليه مش بيشرب زيت خالص، حلو جدا مقرمش وطعمه حلو جدا جدا. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم. أكلة اقتصادية مش مكلفانا، حاجات بسيطة خالص، يعني هي بيضة وشوية دي موجودين عندنا في البيت. جربيه هيعجبك بإذن الله. وأهم حاجة ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.